السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد في الحكاية. النهاردة بقى هنبدأ معاكم فيديو فظيع جدا. فيديو طالع بكل تريقة بقى، وطلعت تتريق على الناس وكده. هي مين؟ زاهية داوود. قبل ما نبدأ الفيديو كده حطي لايك واشتركوا في القناة لو انتم مش مشترك عشان يتابع القصة كلها وانزلها لكم كمان. بجد شكرا على الناس كتير اللي دخلت لي وحطت لي كومنت وتابعوا معايا بقيه الحكايه بتاعتهم، وان شاء الله مع بعضنا هنكمل حكايات كتيره وقصص كتيره. النهارده فيديو زاهية داوود طالعه من 3 ساعات 4 ساعات تقريبا حاليا. النهارده الفيديو دوت بقلب في التليفون كده لقيتها طالعه تقول انا جات لي هديه وانا بقيت عشان انا غنيه بقى يجيلي هدايات وانا غنيه مش عارفه ايه. طالعه بقى بتتريق على اليوتيوب وعشان خاطر بقى ايه طبعا موضوع الفلوس اللي هي طالعه بقى بسلامتها تتريق على الناس اللي قالوا عليها خدت مش عارفه 5000 دولار و500 دولار، وطلعت تتريق طبعا على الناس ديت وطلعت تقول انا بقيت غنيه، انا بقى يجيلي هدايات، انا بقى يجيلي. ما يجيلك يا ستي، ما يجيلك. انت اللي طلعتي حاقده على اختك، محدش قالك حاجة. انت اللي كنت بتحقدي اختك على اللي كان بيجيلها وعلى كل حاجة. حد قالك حاجة؟ اول حاجة يا جماعة ده كان اوردر هي طالباه وابنها راح جابهولها وخلصنا على كده. ايه لازم بقى عنوان الفيديو ان انا جات لي هدية وانا بقيت غنية وطلع جوه الفيديو تتريق وتقول وتعيد؟ طب ليه يعني الكلام ده؟ المتابعين العيب على المتابعين اللي بتتابعك الصراحة، مش على اي حاجه. المتابعين اللي بتتابعك هي اللي بتقعد وبتستنى فيديوهاتك وبتسمع لك وكده وبتدخلي ده في ده. خلاص قلنا الموضوع خلاص والدنيا هدت وزي الفل وكل واحد بقى ايه يمسك بقه ويلم لسانه بمعنى اصح. لا اطلع اتريق على فلانه ولا علانه ولا اقول ولا عيد. ليه انا اطلع واروح اقول انا جات لي هديه وانا بقيت غنيه وانا خدت فلوس؟ وطلع انت واخوكي تتكلمي برضو من قيمه فيديوهين 3 طلع تقولي اصل انا بقيت غنية يا مصطفى وجات لي فلوس ومش جات لي فلوس. انت ليه بتنكري وطالعه تقول ان ده حساب فيك دخلي ويقول لي ان انا ابعت لك فلوس وابني ومش عارفش ابني وكده؟ طب ما انت اللي رديتي عليها في البث وقلت لها لا انا مش محتاجه، شكرا كفايه انك انتوا قعدتكم معايا، صح ولا لا؟ او حساب فيك زي ما انت بتقولي. هتخش ليه تقولك كده؟ ما انت عارفاها اصلا شخصية الحاجة اللي دخلتك وكلمتك، انت عارفاها اصلا. تقولي يمكن صح ويمكن غلط. انت ليه بتلف على الناس وليه بتقولي على الناس؟ يعني فاكرة الناس لعبة في ايدك؟ خلاص يا عم، جاتلك ما جاتلكيش ان شاء الله يصلح حالك وحال الجميع. احنا مش عايزين منك حاجة ولا هناخد منك حاجة، بس احنا كنا بس بنتكلم انك انتي حاقدة اختك وبصلها على الاخت اللي بعتت لها تعمل افطار صايم والكلام ده، وحقدها على الركنة وحقدها. بس احنا بنتكلم في كده. هيك انك انتي تطلعي وتتريقي دلوقتي النهاردة تقولي انا بقيت غنية، انا جات لي فلوس، انا بقيت غنية عشان معايا فلوس مش عارفة كام ومش عارفة ايه. ايه ده؟ اوردر طلبتيه خلاص، طلبت اوردر واعملي ريفيو عنه وشكرا على. لازم اكتب العنوان ده؟ لازم اخلي الناس تخش وتقول هدايات ايه وبتاع ايه وزاهية جات لها هدايات؟ انت قصدا انك تعملي كده عشان الناس تطلع تتكلم يقولوا زاهية جات لها هدية والكلام ده، صح؟ وانا بقيت غنية يا ستي، ربنا يغنيكي كمان وكمان. احنا مش عايزين حاجة، ربنا يغنيكي كمان وكمان. بس ما تخشيش تستهزئي بالمتابعين وتقول لهم انا جات لي هديه ومش هديه وعشان انا بقيت غنيه وكده. ربنا يصلح حالك وحال الجميع، مش هنقول اكتر من كده. وربنا يهديكي. وطلع برضو في فيديوهات قبل كده طلع بتتكلمي بغل وبترمي برضو في الكلام وكده. خليكي في حالك يا بنتي. انت اللي بتجيبي الكلام لنفسك، وانت اللي بتجيبي كل الحاجات دي انت بتجيبيها لنفسك، وترجعي تقولي الناس مش سايباني في حالي والناس بتقول عليا والناس واقفه لي على الواحده والناس والكلام ده. انت اللي بتخش في الفيديوهات وبترمي كلمه كده ولا كلمه. انت اللي طالعه تقولي وتعيدي والكلام ده.
فبجد احنا مش عارفين نقولك ايه صراحة عن كلامك وعن كل اللي انت بتعمليه، وعلى بصي ربنا يصلح حالك انت واختك، والله بجد ربنا يصلح حالكم جميعا انتوا الاتنين، ربنا يصلح حالكم صح صح يعني، ويبعد عنكم الكلام اللي عمال يطلع كل شويه يتنطور شمال ويمين ويا ريت انك انت تتمنى الخير لاختك زي ما اختك بتتمنى لك الخير. اختك بتتمنى لك الخير، يا ريت انت كمان تتمنى لها الخير، بس مش اكتر ولا اقل. احنا مش بنتكلم في حاجه ولا عايزين نقول حاجه، احنا عايزين بس الرضا مع بعضكم، عايزين تبقوا كويسين، مش عايزين قنوات اليوتيوب تطلع وتقول وتحكي عليكم وتتكلم بطريقه عليكم ملهاش اي تلاتة تعريفه. فما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تحطوا لي بقى لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، جاي الناس الكتيره الحبايب اللي عسلات اللي دخلوا معايا جداد، يا ريت تحطوا لي بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناه بتاعتي، عشان ان شاء الله نتابع بقى قصص وحكايات كتير، ونشوف بقى ايه فلانه قالت وعلانه عادت. هو اليوتيوب كده، هو اليوتيوب معظم الناس ما بتحبش الخير لبعضها، ويطلعوا يكلموا على فلاني وعلاني، وبصوا ربنا يصلح الجميع. انا بحب الجد، بحب اقول بص البني ادم الوحش اقول له انت وحش في وشه، والاعور اقول له انت اعور في وشه، يعني بجد انا بتمنى ان ربنا يصلح حال الاخوات، اذا كان الاخوات طالعه وبتتكلم على بعضهم بالطريقه الوحشه دي، ربنا يصلح حالهم جميعا يا رب، ويصلح حالنا احنا كمان، ويهدي الناس المريضة. كمية ناس مريضة بتتكلم بطريقة وحشة جدا.